صباح الورد عليكم للي هيتفرج عليا الصبح، ومساء الورد على اللي هيتفرج عليا بالليل. النهارده ان شاء الله هجيب لكم حاجه او هنتكلم في حاجه جميله قوي قوي. كانت فكره كده وعجبتني وعملتها عشان ازين بيها مطبخي، وممكن ازين بيها اي كورنرز او اي مكان عندي في البيت. اللي هي الباسكت الصغيرة اللي فيها فلاورز جميلة بألوان مختلفة. بصراحة أنا كنت بجيب الحاجات دي وكانت أسعارها غالية جدا، وكلنا عارفين الحاجات الهاند ميد والحاجات دي بتبقى طبعا أسعارها غالية جدا. فأنا حبيت أقول لكم الفكرة اللي أنا عملتها بطريقة بسيطة وسهلة جدا جدا، وما كلفتنيش أي حاجة خالص، بالعكس يمكن ما جابتش ربع ثمنها اللي بشتريه بيها. طبعا انا بحب الفاز اللي فيها ورد، وبحب الحاجات اللي فيها دايما فلاورز، لان اصلا الورد عموما بيدي بهجه وبيدي بوزيتيف انرجي جميله جدا جدا. فلو مثلا انا عملت حاجه بسيطه زي كده وحطيتها في مطبخي او في اي مكان عندي في البيت، طبعا هيدي شكل رائع وتحفه. وفعلا هي شيك جدا وبسيطه، فكرتها بسيطه وسهله. عملتها فقلت اقول لكم الفكره الجميله دي اللي حابب يعملها. وطبعا هنزين بيها مثلا لو حطينا اتنين كده عندنا في المطبخ على الكاونتر بتاعنا على ستاند. انا جبت باسكت زي دي، طبعا في اشكال مختلفه منها وكالرز مختلفه ومتنوعه. انا حبيت ان انا اجيب كل الاشكال زي بعض بكالرز مختلفه عشان تبقى شكلها جميل وشيك. وطبعا انا عندي كده في البلكونه بتاعتي عامله كورنر كده للفلاورز، فبرضو حطاها ومعلقاها في البلكونه بتاعتي، وبرضو حاطه منهم في الكيتشن بتاعي. فطبعا دي فكره حلوه قوي قوي، وكذا حد شافها فقال لي دي تحفه، فقلت اقولها لكم في القناه بتاعتي. ممكن تستفيدوا منها وتزينوا مطبخكم، لان لازم ندلع مطبخنا عشان نبقى واقفين فيه مبسوطين. تعالوا نشوف مكوناتنا ايه، بسيطه خالص جدا. انا جبت الباسكتس دي اهي فاضيه، في كالرز منها مختلفه. طبعا اللي حابب يجيب كله كالر واحد يجيب كالرز مختلفه، كل واحد وذوقه. طبعا احنا شايفين اهي، وفي اللون ده، وفي البينك، وفي حاجات حلوه قوي. طبعا احنا بنجيب الباسكت دي فاضيه، وبنجيب الفوم ده. طبعا كلنا عارفين الفوم ده اللي هو موجود في اي جهاز كهربائي بنجيبه، بيبقى فيه جوه في العلبه، او اي طبعا لعبه اطفال بيبقى فيه جواها الفوم ده. ما نرموهوش، ناخده وهنستخدمه في عمل الباسكت الفلاور الجميله دي. وعندنا توث بيكس دي اللي هي خلة سنان، تمام. وعندنا الورد بتاعنا، بنروح عند محل الخيط او الورود او الحاجات اللي بتبيع الخيط والزراير والورود، هنلاقي عندهم الورود دي. انا جبت الورد ده مفرط كده اهو، طبعا بكالرز مختلفة اهو. جبت الكالر ده، جبت ده. طبعا اصلا الورد شكله رقيق وناعم جدا. وجبت برضو الكالر ده، وعندنا البينك والابيض واي الوان انت تحبوه. طبعا احنا عندنا الباسكت ده اهو، والفوم جواه، والفلاور بتاعتنا، والتوث بيكس اهي اللي هي خلل السنان اللي هندخل فيها الورد ونثبته في الفوم. دي فكرة. في فكرة تاني اللي هي برضو باسكت وفوم، وهنجيب الورد الجاهز اللي هو بيبقى بفروع كده، وهقصه عشان اثبته في الفوم ده باي شكل انا عايزاه. بالطريقة دي هيدينا الشكل النهائي ده اهو، شايفينه؟ طبعا باسكت فلاورز جميلة جدا، او فاز صغيرة جدا كده، صغيره كده فيها ورد، طبعا بتدي شياكه وتحفه. عايزه تحطيها في ريسبشن، عايزه تحطيها في الجاردن، عايزه تحطيها في الكيتشن، زي ما انت عايزه في اي مكان. طبعا هي شكلها تحفه. تعالوا نشوف هنعملها مع بعض ازاي. هنختار
الباسكت البستاش ده هنجيبه ونختار اللون الكالر لايق عليه. يعني مثلا انا عندي الباسكت البيربل ده، هنيجي مثلا اخد معاه بصوا الورد الاصفر، الله مع بعض عامل كونتراست جميل قوي اهو، زي اللي احنا عاملينه اهو، شايفين جميل قوي قوي وشكله شيك وسهل جدا جدا اهو. عندي مثلا الباسكت البستاش ده حاطه فيه ورد بينك وفيها لونها اخضر كده، مديه طبعا شياكه جامده جدا. عندي الاوف وايت حاطاله ورد ريد اهو احمر، شكله اصلا شيك فوق ما تتخيلوا، كمان الصوره ظلمه في الطبيعه احلى حقيقي. طيب تعالوا نعمل واحد مع بعض كده. ادي عندي الباسكت اهو، هحط الفوم بتاعي كده اهو جواه، ولو عايزه تثبتيه بواكس من تحت ممكن تثبتيه عشان الفوم ما يتحركش. اوكي، ادي اهو عندي يا دوبك الباسكت وحطيت الفوم جواه، وهاجي اشوف هعمل الورد ازاي. تعالوا نعمل باسكت الفلاورز بتاعنا مع بعض. احنا قلنا الورود دي بنجيبها، وعندنا خلة الاسنان، وعندنا الباسكت فاضي وفوم، وممكن برضو الاسفنج ده ممكن نستخدمه بدل الفوم لو عندنا. اوكي، طيب هنيجي دلوقتي نعمل خطوة خطوة كده مع بعض. احنا اخترنا الباسكت اللون ده بيربل ده، هنحط جواه الفوم اهو، وممكن نثبتها بواكس من تحت عشان ما تتحركش. هنجيب خلة السنان واحدة واحدة كده، والورد بتاعنا اللي اخترناه مع الباسكت ده اللون اليلو، هنجيب ادي الوردة اهي، هنحطها من تحت اهو، شايفين ثبتناها ازاي، وهنيجي نحطها بالطريقة دي اهو في منتهى السهولة، مفيش اي فكرة سهلة وبسيطة جدا اهو. هنجيب خلية الاسنان ونحطها في الفلاور اهي، نثبت الفلاور كده، عايزة تعليها شوية، عايزة تدخليها زي ما انت عايزة اهو. هنكمل الفلاور اهي، نحطها كده الفلاور الثانية، نحطها طبعا بطريقة لطيفة عشان تدي شكل جمالي زي اللي انا عاملاه في الباسكتس اللي انا وريتها لكم اهو. نحطها بالطريقة دي، شايفين اهو، منها ثابته وجامده وجميله، ومفيش اي حاجه، حتى ما استخدمناش اي واكس ولا اي حاجه اهو. نركبها اهو. طبعا الفوم ده موجود في اي حاجه عندنا بنجيبها جديد، هنلاقي الفوم ده موجود اهو، يعني كل الحاجات متوفره عندنا في البيت. هنملى كل الفراغات اللي فيها لحد ما تدينا الشكل اللي احنا عاملينه مع بعض اهو. طبعا سهل انك تظبطي وتشيلي وتحطي بسهوله جدا اهو. عايزه اشيل الفلاور دي هشيلها واقوم حطاها تاني بطريقه تانية، مفيش اي مشكله. الفوم سهل التعامل معاه، وكمان عشان انا حاطه خله السنان بقدر اشيلها واحطها في منتهى السهوله اهو. شايفين السهوله والجمال؟
الباسكت الفلاورز بتاعتنا بعد ما خلصت اهو. شايفين شكلها جميل ازاي وفي منتهى السهولة. دي الطريقة الأولانية أو الشكل الأولاني بتاع الفلاور اللي بندخل فيها خلة السنان ونحطها في الفوم. طبعا احنا عندنا هو البينك البستاش، وعندنا طبعا أصلا شكل الورد بجد مبهج جدا جدا وشيك جدا فوق الوصف اهو. كل الكالرز بتاعتنا، وعندي كمان البيربل وحطيت في نصه أبيض زي ما احنا شايفين اهو، بتاعه لونه موفي كده بس باودر كده. دي كل الاشكال او كل الكالرز اللي عندي اللي عملناها اهو. طبعا شكلهم شيك جدا 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 ورائع اهو. شايفين طبعا شكلهم يجنن وشيك قوي. تعالوا نعمل بقى الورد الجاهز اللي هو بجيبه واقصه. يبقى عندي الشكل التاني اللي هو الورد الجاهز اللي بيبقى بفرع طويل. انا بجيبه واقصه كله سوا واحد كده اهو. هجيب الباسكت بتاعي، انا جايبه الباسكت البستاش مع الورد الابيض ده جميل، وممكن ندخل لونين كالرز في بعض مفيش مشكله. هحط الفوم بتاعي وممكن اثبت الفوم ده بواكس من تحت، وهحط اثبت الورد بتاعه في منتهى السهوله وافرده كده عشان يبان. هجيب الثانيه اهو منتهى، مش بياخد يعني 5 دقايق الباسكت يتعمل فيه اهو. باسكت في منتهى الجمال، باسكت ورد بنروح نجيبه غالي جدا وممكن نعمله باسهل طريقه زي ما انا قلت لكم اهو. بصوا الباسكت جميل ازاي، بصوا الشياكه. تعالوا نعمل واحده كمان مع بعض. ادي الباسكت بتاعنا والفوم، وهجيب اللون الوايت ده ممكن اخلي واحده طويله واحده قصيره اهو بالشكل ده. شكله رائع وجميل جدا. بصوا بجد مش عارفه اقول لكم ايه. نفرد الورق كده طبعا ونظبطه. واحدة تانية منتهى الجمال والشياكة. طبعا دي فكرة حلوة قوي قوي وبسيطة وسهلة واحنا زي ما احنا شايفين. نرص الورد بقى كله كده. شايفين الوانه جميلة ازاي. حاجة جميلة جدا 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 وسهلة جدا جدا جدا. ولازم ننقي الألوان تبقى لايقة مع الورد، وممكن ندخل كده لونين ورد مع بعض مع أبيض. بصوا شكله جميل قوي. أنا حطيت هنا بره وحطيت الأبيض جوه. طبعا اللون الأحمر ده حلو قوي برضو مع الأوف وايت. اللون السيمون ده مع الجراي برضو حلو قوي، واللون البينك ده مع البستاج حلو جدا، والابيض طبعا مع البستاج، والبيربل مع اليلو جميل قوي. وده الشكل النهائي لباسكت الفلاورز بتاعتنا. طبعا شكلها تحفة ويجنن، وكلهم احلى من بعض وبفكرة بسيطة ورقيقة جدا.
ممكن نزين كل اجزاء بيتنا بيها، ومش هتكلفنا الا حاجات بسيطة جدا جدا. طبعا دي فكرة رائعة وجميلة، اتمنى تكونوا استفدتوا وكنت خفيفة على قلوبكم، وكنا كلنا شبه الورود الجميلة بالكالرز الحلوة. نخلي مطبخنا احلى مطبخ، وكمان بيتنا اجمل بيت. كان معاكم غادة محمد من مطبخ طباخة هانم. لو عجبتكم الحلقة والفكرة الجميلة دي اعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب، وسلام معطر بكل روايح الورد الجميلة اللي احنا شايفينها دي، واشوفكم في حلقة جديدة، وسلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته.